استنوني بكرة على قناة مطبخ كنزة وهشام في يوتيوب، حوضع لكم فيديو بتاع كبسة باللحم إن شاء الله. مساكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكبسة اللي صاوب هشام، كنقدمها لكم بالصحة والراحة. شهية طيبة. السلام عليكم، اش اخباركم؟ كيفكم؟ الله يحييكم، مساء بالخير والصحة فطوركم. معاكم اخوكم هشام اللي حيسوي اليوم كبسة سعودية. هنحتاج 4 قطع بصل كبيرة، ونقطعها على 4 ونفرمها فرم، مشان صحتك. وهون رح نقلي البصل مع شوية زيت ميدة. وهون حضيف 3 فص ثوم، وما راح اسوي شي حتى يستوي البصل. وهون مش حضيف 6 حبات قرنفل، قرفة وعود قرفة وحبات هيل وورق غار، وقلب الكل حتى يستوي. وهون نصف كيلو لحمة، وقلب الكل. وهون كوبايتين أرز يساوي 400 جرام، راح نغسلها 2 مرات. ونصفيهم. وبعد ما غسلناها 2 مرات راح نحط عليه مية سخنة دافية ننقعوا فيها 30 دقيقة. راح ضيف بهارات، فلفل حلو، كزبر يابس، فلفل أسود، وكمون وكركم، ونقلب الكل. نتركه 5 دقائق. وبعدين نضيف مي حار، ورح نضيف حبتين طماطم، بعدين رح نضيف مي حارة. التعب كله راح على الفاضي، نص ليمونة وفلفل طري. وبعدين حطي غطا أو جرس الضغط عشان يستوي لنا اللحم. ما تنسي الصفارة. يا سلام يا سلام.
ريحته بيتشهي والله. وهالحين حضيف الأرز. وولي عليه النار وخلي الرز يستوي 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. وهو يا معلم طبق اليوم كبسة سعودية تستاهل بقك، وراح تشوفوا النتيجة النهائية. يا سلام يا سلام، ما تكتر السمنة والدهنة، مو شان شي مشان صحتك.